يا صديقي الأوتاكو، جاهز؟ لو ما شفتش الأحداث اللي فاتت من حكاية شياو الإمبراطور الشيطاني، روح شوفها الأول وبعدين تعالى كمل. وخليني أقولك ما حدث في الحلقات السابقة. شفنا شياو بيدي رونج وصفة جديدة علشان دراعه، وشفنا شياو بيتدرب أكتر علشان يكون أقوى، وبعد كده اتعرفنا على الأخ شوان، وشفنا شياو بينقذ بنت في الغابة، وساعتها رفع سيفه وهدد ليو سايكي واللي كان بيجري وراها وعايز يرجعها للقصر. وبعد كده كان في جريمة سرقة وكانوا متهمين شياو وأصحابه، لكن شياو كان واثق في نفسه وقال لهم تقدروا تفتشوا اوضتي في أي وقت. وهناك بنتعرف على واحد اسمه مينج كون، عيل كده ما عندوش سلكان بجنيه، لكن شياو طلع بريء، وفي الآخر لقوا المسروقات في غرفة لان، وساعتها لان كان متوتر جدا بصراحة، كان في موقف لا يحسد عليه. وبعد كده بنشوف اجتماع لكبار المعلمين في البلد، وساعتها رونج وصل وضرب الراجل اللي جاب سيرته في غيابه. وبس يا صديقي، هي دي أحداث الحلقة اللي فاتت. اذكر الله وصلي على النبي، ويلا بينا نكمل الحكاية. بنشوف شياو اللي بيروح المدينة وبيشوف تمثال كبير، وبيعرف ان ده تمثال واحد اسمه يانج دي، وساعتها بيسمع اتنين بيتكلموا وراه، وواحد منهم بيقول انه سمع ان هم فتحوا اتنين من الشاكرات واللي مش ممكن تتمسح بعد كده. وهنا الشخص التاني بيرد وقال لها انه بمجرد ما يكسر واحد منهم التاني هتتفتح بكل سهولة. وبعدها بيروح زمايل شياو ليه، وساعتها بيقولوا له ان هم بيثقوا فيه، لحد ما ظهر جيا رونج وحاول يتحداه، لكن على طول شياو بدأ يستخدم قوته الحقيقية، وساعتها ظهرت عليه هالة صفراء، وكان كل الطلاب مبهورين باللي بيعمله وما بقوش مصدقين ان حفيد الدوج جينج هيخسر. وهجم شياو عليه وضربه بقبضته الذهبيه لدرجه ان بصمات ايده والعلامات الحديديه سابت اثر على الارض الصلبه. لكن بعدها بيظهر لان شوان واللي بيكون خريج من نفس الكليه اللي هم فيها، وساعتها بيقرب من شياو وبيقول له انه يبقى الاخ الاكبر للان الصغير، وهنا قصده على اللي اتهموه بالسرقه لو فاكرينه، وبيقول له انه عرف ان اللي حصل لاخوه كان هو السبب فيه، وعشان كده قال له انت قدامك حاجه من اتنين، اول حاجه انك تركع قدامي حالا وتستسلم، والحل التاني ان الاتنين يبارزوا بعض. وفي اللحظه دي زمايل شياو بيخافوا عليه لان لان شوان مش سهل خالص وممكن يكون سبب في موت شياو، لكنه كان واثق من نفسه جدا واتريق على اخوه بكل بجاحه، وكمان خد منه الورقه اللي في ايده وقطعها، باين عليه كده جاي في وجع قلب. وساعتها لان شوان اتضايق وقال له انه هيكون في مبارزه بينهم بعد 3 ايام، وساعتها وافق شياو وقال له هستناك. وبعد كده بيروح شياو لجيا رونج واللي بيكون قاعد في اوضته معزول عن الكل، لكن لما الخادمه لين خدته المكان العزله بتاعه بمجرد ما شياو نده عليه خرج جري، وكانت لين مصدومه من رد فعله، مستغربه جدا ان ده المعلم جيا رونج. قال له ان الاكسير اللي خده من الوصفه بتاعته مش بس نقى روحه وقوته، لا ده زودها كمان، لكن شياو ما كانش مهتم وقال له انه عاوز ينقي ويحسن شويه من الاكسير اللي كان بيعمله. فساله على انهي نوع فيهم، فقال له تحسين اكيرني شونجي وان دام مع حبه من الكهانه تقريبا كده، قال له تعويذه. وفي اللحظه دي جيا رونج استغرب جدا لان الاتنين دول قريبين جدا من بعض والتحسين بتاعهم هيكون صعب جدا لانهم من المستوى التاني، لكن شياو قال له ما تخافش ويبدا فيهم وهو موجود معه وهيساعده. وهنا جيا رونج فرح لانه اعتقد ان شياو عايز يعلمه التفاعلات الكيميائيه بين المواد، وبعد محاولات كتير جدا قدر جيا رونج انه يعمل الاتنين في بلورتين، وكان فرحان جدا بنجاحه، لكن بمجرد ما شياو خدهم حس ان درجة النقاء بتاعتهم مش قوية وكسرهم. وفي اللحظة دي عمل شياو بلورات جديدة وبدأ ينقيهم بقوته الروحية، وكان جيا رونج مبهور جدا لان الحاجات دي اول مرة يشوفها في حياته. وبعدها بنروح للمدير ويوني تشانج، واللي لما بتعرف ان في مبارزة هتحصل في المدرسة خافت جدا وكانت عاوزة توقفها، فالمدير هنا كان بيحاول يهديها وان الموضوع مش مستاهل كل ده، لكن يوني تشانج كانت مصممه فاضطر انه يروح معاها. وفي يوم المعركه كان قاعد لان شوان بيتامل في ارض المعركه، والناس اللي كانت واقفه كانوا شاكين ان شياو ممكن ما يجيش اساسا، وفي جزء منهم شايفين انه هيخاف على نفسه من الموت واكيد هيستخبى، لكن قطع كلامهم صوت شياو واللي بيكون بيقرب من ارض المعركه وكمان بيكون بيغني وشايل سيفه على كتفه. لكن مع ذلك كان كلام الطلبه ان اكيد شياو جاي هنا وهو مرعوب وانه اكيد بس بيحاول يخبي خوفه، لحد ما فجاه بتظهر يوني تشانج وساعتها بتقول ان المبارزه اتلغت. فهنا الطلبه قالت ان شياو كان عارف وعشان كده كان جاي بكل ثقه وعمال يغني، لكن لما سمع الكلام ده قرر يتجاهل كلام يوني تشانج وكمل في طريقه ناحيه لان شوان
وساعتها لان شوان قام وبدأت قوته الحقيقية تظهر، والطلبة بقوا بيتراهنوا على عدد الضربات اللي ممكن يستحملها شياو. بيكونوا شاكين 100% ان شياو هيموت في المعركة دي، كلهم شايفين انه الطرف الاضعف في المبارزة. وساعتها اتدخل عميد الكلية وقال للطلبة ان كلهم بيقللوا من قوة شياو، لكن دي مش حقيقة، وقال لهم انه قوي جدا وهيثبت لهم دلوقتي. وبيبدأ العميد يحس بقوة شياو، وهي قوة بتجسد الارض والسماء وموجودين في دايرة، وهو بيمشي جوه الدايرة دي. وقال ان القوة دي تعتبر من اقوى قواعد الدفاع عن النفس، واللي بيكون اسمها نخلة كينج شوان. لكن شياو بيصد الضربة وبعدها بيفضل يضربه بسرعة، وفي الاخر بيستخدم قوة السماء والارض، وده بيكون وسط ذهول عميد الكلية، وبيقدر انه يسيب لان شوان وبيوقعه على الارض. والكل ما بقاش مصدق الشخص اللي بيتريقوا عليه وشايفينه اقل واحد في عيلة ليه قدر انه يكسب محارب من رتبة ال9 نجوم وبحركة واحدة. لكن برضه شياو ما اكتفاش بكده، ما سكتش انه غلبه بضربة واحدة وبطريقة محرجة قدام طلبة الكلية. وكمان العميد كان واقف، لا ده راح له وبدأ يضربه برجله بطريقة مهينة. وساعتها العميد هو اللي اتحرك ناحية شياو، وده عشان يوقفه عن اللي بيعمله لانه ممكن يموته. وفعلا قدر يوصل له وشاله من قدامه، وقال لشياو انه شرير جدا عشان يعمل كل ده في محارب قوي زي لان شوان. لكن رد شياو كان قوي جدا وقال له ان هما في ساحة حياة او موت، وفكرة اني اسيبه او لا دي تخصني انا وانت مالكش دعوة. وبمجرد ما قال كده كل الطلبة اتصدموا انه ازاي يكلم العميد بالطريقة دي. وساعتها العميد رد عليه وهو بيضحك وقال له انت مش عارف انا مين؟ وهنا الصدمة، شياو قال له ايوه انا عارف انك عميد الكلية وعارف انك حفيد الملك، واكيد عشان توصل لمنصب ملك عسكري لازم يكون سنك معدي مئات السنين. ها عايز تعرف حاجة تاني؟ وكمان قال له لو كنت مكانك كنت هقعد اتفرج وانا مستريح، او هو كمان ينزل قدامه ويكون في مبارزة حتى الموت. وساعتها قالت يوني تشانج ان شياو ده اكيد مجنون، لان مفيش حد عاقل هيقول الكلام ده. فبدأ العميد يهجم عليه لما حس انه قليل الادب ومفيش منه فايدة، وكمان عشان لازم يثبت نفسه قدام الطلبة، لانه لو انسحب محدش بعد كده هيحترمه. وبدأ سحر العميد يأثر على شياو واللي ما كانش قادر حتى يتحرك، لحد ما قدر ياخد باللورة من اللي عملهم مع جيا رونج. وساعتها كان العميد مش مصدق اللي شايفه، وبدأ جسمه يعرق. وساعتها بيكلم نفسه بيقول ان ميشاي اللي كان اقوى محارب في مملكة تيان شوي واقف خايف دلوقتي قدام حتة ساموراي، وافتكر انه كان بيستخدم قوة شوهنجان أميرة قصر الشين شياو واللي اخترقت الأباطرة ال5 والدم ال3، لكن مش هتأثر قدامه. وفي الآخر قرر انه لازم يهرب، وفجأة اختفى من قدام شياو. وساعتها قعد شياو على الأرض وبدأ يستخدم حيوية اليوان دان المتفجرة، وبتقف يوني تشانج قدامه وبتحس ان في قواعد سحرية حواليه، فحاولت تستخدم قوتها علشان تعرف هو بيعمل ايه، وحست بقوة تعويذة السماء والأرض موجودة حواليها، بتكون موجودة حواليها من كل الاتجاهات. وفجأة بتفتح عينها بتلاقي شياو واقف قدامها وبيبص لها، وساعتها بتتخض وبيقول لها مبروك على الترقية. بترد وبتقول له انت كنت بتعمل ايه كل ده؟ وقالت له كنت فين من ايام؟ فقال لها انه كان بيخف من الاصابات اللي اتعرض لها في اخر مرة، وفي الاخر سابته ومشيت. وقالت له تعالى مكتبي بعد 3 ايام. وبيقول شياو ان يوني تشانج غريبة لكن عندها مهارات قوية جدا، وبقى ماشي في المدرسة كل الطلبة خايفين منه، وشهرته بقت كبيرة جدا. وبيقول ان بعد ما اترقى ممكن بعد كده يحسن كل الاكاسير بنفسه من غير ما يحتاج لحد. وبعد 5 ايام بيكون شياو راجع البيت، لكن بيتفاجئ ان يوني تشانج هناك وبتلومه انها ما شافتوش من 5 ايام، وكمان ما جالهاش المكتب زي ما قالت له. فقال لها انه نسي بسبب انشغاله في التدريبات. وبعد كده بتلاحظ ان الترقية بتاعته النجمتين عدى عليها 5 ايام ولسه ما اختفتش. وساعتها سالته عن السبب، فبان عليه انه بيحور وبيحاول يشرح لها السبب. وسالته انت اتعلمت الختم العائم ونخلة الريح والسحاب امتى؟ وازاي كان معزول ل5 ايام وفجأة بقى محارب بنجمة واحدة، وانه كل يوم بيقمع اليوان دان المتفجر في جسمه. وفي الاخر سالته كمان ازاي عرف سر الكيتون الاحمر، ولما معرفش يرد عليها قالت له ان العميد عاوزه يتعلم تحت ايد المعلم يانج دي، فحاول يكذب عليها وقال لها ان العميد ذكي جدا وبيقدر يكشف اي حاجة، وبتكون خطته بعد كده انه يلوم المعلم بتاعه كل شوية ويلبسه في اي مصيبة بيعملها. لكنها قالت له ان يانج دي عنده تقنيات سحرية كتير وحتى مش بيقدر يستخدمها كلها، فاستغرب انها عارفة انه ازاي ما بيقدرش. حس كده هنا انها وقعت بلسانها وعلى طول توهت عن الموضوع وقالت له انسى. وبعد كده خدته معاها وقالت له انها لقت معلم كويس في جمعية علم الاعداد وسالتهم عنه. قالوا لها ان هم لازم الاول يكشفوا عن قوة روحه، وبكده هو ممكن يبقى معلم لان عنده كل الامكانيات.
فقال لها انه عايز يكون تلميذ، فقالت له ما ينفعش وانهم لازم يختبروه الاول، لكنه كان رافض. بس هي قالت له انه ما ينفعش ما يروحش، وكده كده لازم يروح، وانه هيعرف كل حاجه لما يروح هناك. ولما بيدخل القاعه بيسمع واحد من الطلبه بيقول ان المعلم جيا رونج هيبدا فصل دراسي جديد، وبيعرف ان فينجستون يعتبر واحد من المحرمات على المتدربين، وانه يعتبر خط احمر محدش ينفع يعديه. ولما كان جيا بيشرح هي قطعته وقالت له انها جابت له الابن الاكبر لعائله لي واللي قالت له عليه قبل كده. ولما شافه قال لها انه لازم يروح الاوضه الخارجيه عشان يعمل اختبار قوه الروح الاول، فراح معاها لكن بيكون متضايق وعمال يشتم، وهنا بتزربيه وبتضربه بالقلم، وقالت له ان جيا رونج ما ينفعش تشتمه لانه معلم كبير، لازم تعرف ان عنده خبره كبيره، وعرفته انه بلاش يشتم اي حد هنا عشان ما يحرجش نفسه. واول ما جيا رونج شافه كان خايف منه، ولما عمل دوشه واحد من الطلاب كان عاوز يطرد شياو، لكن ساعتها جيا رونج منعه. ولما وقف قدامه يوني تشانج ضربته وقالت له لازم تسلم على المعلم بتاعك، فقال لها جياو هو خايف مش لازم تضربيه، اسمع يا شياو انا هعمل لك كل اللي انت عاوزه. وكمان قال له انه ممكن ينضم ليهم من غير حتى اختبارات. يخرب بيت عقلك انت خايف منه للدرجه دي؟ وده اللي كان صادم بالنسبه للطلبه. وكمان يوني تشانج كانت مصدومه جدا. وفي نفس الوقت السيد تشانج دخل عليهم، واللي بيكون مدرب الرياضيات الرئيسي في الجامعه، وكان موجود بصفه دوريه كزياره للكليه. ولما مشي قالت له يوني تشانج انه ممكن يكون بيفتش على المصابين، وبالتحديد مرض روكسو اللي انتشر في الفتره الاخيره. ولما سال شياو عن اصل المرض قالت له ان في بنت الامير اتولدت ب5 نغمات، وكان نبضها كويس جدا وفي الطبيعي، لكن مش هتعيش اكتر من 5 سنين. لكن ساعتها واحد كيميائي من المستوى الخامس خد قرار، وبصراحه قرار مصيري، وقال انه ممكن يخليها تعيش فتره اطول، فتره ممكن توصل ل10 سنين، ودلوقتي عدى منهم 9 سنين. فقال لها لو حبه اليانج مكونه من 8 اجسام و5 تنانين، فالمرض ده ملوش علاج نهائي، غير كده ممكن يعملوا علاج عادي. فاتدخل واحد كان بيسمعهم وقال له ان الاكسير اللي ليه 8 اجسام ما ينفعش يتحسن الا من خلال اداه تفنيت عداد الالبومات واللي فيها 8 اقسام برضه. وساعتها طلب شياو انه يروح يتكلم مع المعلم جيا رونج وهو هيناقش معاه الموضوع ده. ولما راح له قال له انت لازم تروح تقول للامير انك هتقدر تنقذ حياه الاميره. لكن جيا رونج كان خايف ومرعوب لان حاجه زي دي كده ما فيهاش هزار ولازم يكون متاكد منها. فقال له شياو ان علاجها هيكون عن طريق الابر الذهبيه، وهو كمان هيستخدم قوته الروحيه، وكتب له ورقه فيها كل العلاج اللي هم محتاجينه. ولما خرج وتمشى في السوق لقى بنت بتحاول تشتري علاج، لكن التاجر كان خسيس وكان بيساومها عن نفسها، وده مقابل عشان يديها الميه السحريه اللي هتعالج بيها اخوها. لكن البنت كانت بتترجاه يديها العلاج وهي هتحاول تدفع ثمنه في خلال 3 شهور. وساعتها استفزها وقال لها يا ترى اخوك هيفضل عايش لمده 3 شهور ولا لا؟ وبدا يقرب منها لحد ما فجاه ضربه شياو في ايده وقال له ازاي تتجرأ وتقرب من مراتي؟ ويا ترى شياو هيعمل معاه ايه؟ يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ولسه مش عارفين قوه شياو هتوصل لحد فين، لسه في احداث كتير، وعن نفسي متحمس جدا اشوفها، والاكيد برضو ان انت كمان متحمس. فبسيطة انزل تحت اشترك في القناة، وكمان فعل زر الاشعارات وحط لايك للحكاية، ويا ريت بقى ما تنساش الاهم من كده، اذكر الله وصلي على النبي. ويا صديقي الاوتاكو اشوفك بكرة.